السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد سيف، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. قبل لا نبدأ صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحطوا لايك، وإذا مو مشتركين في القناة انزلوا اشتركوا الآن. عزيزي وعزيزتي المشاهدة، هذا انستغرام يضيفوني عليه وخليني أحكي لكم شو هي فكرة فيديو اليوم. بالفيديو الماضي حكيت لكم أنه تمنشنوني على فيديوهات في التيك توك. المنشن هو عبارة عن تاج أنه أنتم حابين أنه أنا أشوف هذا الفيديو باختصار. فعلشان هيك اليوم باذن الله راح نشوف منشناتكم، راح نشوف ما بعرف كم فيديو، فخلوكم معانا وخلينا نشوف متابعيني على شو عاملين لي منشن. يلا. منشن شخص يشبه القمر من كل النواحي. الله يسعدكم يا رب. شكرا. بس معلومة عني أنا بستحي يا جماعة، فلو سمحتوا اللي متابعيني بيعرف هذا الشيء، لو سمحتوا بدون إحراجات بليز يعني. أوكي، في أحد المتابعين منشني على هذا الفيديو وقال لي حمود أنا شفتك إنه بدك فيديو لمنشناتك وتشوف فيديو يوتيوب، فهذا الفيديو كتير راح يضحكك. هيك حكى لي حرفيا في المعنى الحرفي، حكى لي هذا الفيديو بالذات كتير راح يضحكك، فخلينا نشوف. يلا. روحوا تعلموا اللغة الهندية، لازم تعرفوا كيف تحكوا هندي. للأسف ما بيضحك. هذا أهله وين؟ هذا أولاده وين؟ ليه مين هيك تاركه؟ ليش تاركينه هيك لحاله قاعد؟ يعني رجال طول وعرض، كبير بالعمر، لحيتك طولك، لحيتك شايبة يا رجل. يا جماعة والله جد جد جد، يعني شو ممكن يوصل الإنسان لهالحالة لهالمرحلة؟ شو جد والله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. على وصول، حسنات على طول، سيئات بتزول. عبود يقول كلوا زبادي وفول. الوالدة من متى بتعمل لي تصاميم؟ هذا التصميم اللي امك تحط لك اياه في حالة الواتساب، حالة الواتساب، الستوري تبع الواتساب. ما بعرف مين بيحط ستوريات واتساب صراحة غير الامهات، بس المهم انه راح تلاقي حالك بصباح العيد او رمضان، بس المهم انك راح تلاقي حالك بستوري الوالدة بهالشكل طبعا في الواتساب. الله يحفظ لكم امهاتكم جميعا يا رب. و خلينا نشوف المنشن اللي بعده. الله، هذا المكان بالضبط هون بالذات عند هذا الجسر اللي بتركيا يا اخوان. انا حاكي هذا الشيء من زمان، اتذكروا كلامي ان شاء الله اني حصور ستوري بهذا المكان ان شاء الله اكيد باذن الله. فتاكدوا انكم دائما متابعيني عشان لما احقق هذا الشيء يا جماعه تكونوا انتم كلكم متذكرين كلامي هذا منيح. هو شيء مو مستحيل باذن الله، فترقبوا يا اخوان. يا اخي انا متابعين نفسي افهم بس ليش بيمنشنوني على فيديو ختايرة؟ ما بعرف شو صاير لهم، يعني في شيء غلط فيهم، ما بعرف. مرة بيمنشنوني على اختيار قاعد عم ما عجزت افهم، والله عجزت افهم. متابعيني بيمنشنوني على هيك فيديوهات ليش؟ والله عجزت افهم ليش. يعني شو بيحسوا؟ شو وقتها شو بيفكروا هم عم يمنشنوني، عم يكتبوا حمود سيف هيك بالتاج؟ ما فهمت لهلا. المنشن اللي بعده. للي ما بيعرف شو قصة هذا الفيديو، تمام، هلا رح احكي لكم القصة بالتفصيل. هذا الفيديو انا منزله على حسابي القديم اللي عملنا عليه ردة فعل، واللي انفضحت فيه اخر فترة والناس نشروه وتسرب. كان كتير كرنج، ما بعرف انا شو كنت عم احس وقتها لما كنت عم نزل هذا الفيديو. حرفيا ما كنت زعلان، والله ما كان فيني شيء اقسم بالله، بس هيك نزلتها هيك انه اغنية حزينة ونزلتها. خلينا نشوف شو ترجمة الاغنية. جعلتني اصبح مريضا نفسيا، جعلتني انهار. شو جعلتني انهار ومريض نفسي والله العظيم اني كنت مبسوط، اقسم بالله يا جماعه اني هذيك السنوات كنت مبسوط، كان مزاجي جدا رايق. كان كل همي يا جماعه بهذيك الفتره اني افوز جيم فورتنايت. يمكن هذاك اليوم ما كنت لاعب فورتنايت، يمكن كان اكبر همي يا اخوان اني اشرب حليب شوكولاته. حرفيا ما بعرف ليش منزل هذا الفيديو وقتها. في واحد كاتب مين جاي من 2026 جايب 77 لايك. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص يا جماعة ما بدي أرجع أفتح موضوع حسابي القديم. الموضوع تسكر وراح خلص.
ليه يا جماعة والله جد أنا عم أحاول أستوعب شو اللي عم أشوفه يعني، بس يعني اعذروني أوكي. يعني تخيل هيك أنت بأمان الله قاعد ولا يجيك منشن، تتحمس تقول أوه هذا منشن شكله تصميم أو شيء حلو، صورة عاملين لي تصميم لصوري أو هيك، تدخل ولا تلاقي هيك شكلك بالتصميم. يعني تخيل، بس تخيل شعوري أنت حاليا. بالله مو أبسط حقوقي أني أقعد هيك ساعة أفكر شو اللي عم أشوفه أنا هلا؟ أبسط حقوقي. سرحتي فيه بحياتك إذا تزوجتيه. هاي نفسها تبعت الفيديو الماضي، انا حاكي لكم انه راح تعمل هيك، اقسم بالله اني عرفت. اللي ما بيعرف هاي وحده مسويه حساب وعملتني ميمز فيها وحكيت عنها بالفيديو الماضي وحكيت انه راح تعمل هيك وفعلا عملت. حاج تعملين رياكشنات خلاص. لا بمزح يا جماعه. المقاطع اللي عملت هيك اشوى من اللي قبل شوي صراحه، يعني هذيك ابدا، هذيك ابدا مستحيل اتقبلها. قلب الانسان قلبي انا. لا خلص ما خلينا نشوف المنشن اللي بعده. حكينا لكم بستحي يا جماعه، خلص شو فيكم لو سمحتوا، خلص منشنوني منشنات عاديه طبيعيه يعني. طيب يا جماعه صراحه انا اكتفيت من المنشنات اللي شفتها، لكن راح اشوف اخر منشن يا جماعه. صراحه في كتير فيديوهات كتير غريبه اجاني منشن عليها بفيديو اليوم وشفتها، لكن راح اعطي فرصه لاخر منشن الان. هذا المنشن راح يحدد نفسيتي لليوم حرفيا يعني جد. يا رب يكون مشن طبيعي وحلو هيك، يعني يكون تصميم هيك خفيف لطيف رايق مثلا، او شيء جميل او فيديو حلو. الفواكه حلوة كتير، موز وخوخ ومانجا وتين. الفواكه حلوة كتير، موز وخوخ ومانجا وتين. احكوا لي يا جماعه شو اعمل انا؟ والله جد شو اعمل يعني، شو اعمل؟ منشنات متابعيني ليش هيك؟ اشتهيت مرة واحدة بس اعمل فيديو منشنات ويوصلني منشنات حلوة مرة واحدة بس. جلطوني بمعنى الحرفي، انجلطت. ارتفع ضغطي، رفعوا لي ضغطي يا اخوان. لا تعليق صراحة، والله العظيم يعجز اللسان عن الكلام، اقسم بالله يا جماعة ماني عرفان شو احكي. ما في اي كلمات توصف حاليا انا شو عم حس لما عم اشوف هيك فيديوهات. عم اشوف وجهي هيك مقطوع ومحطوط على عنب وعلى فواكه وغناي من طيور الجنة يعني شو متوقعين مني؟ انبسط يعني لما اشوف هيك فيديوهات ولا شو يعني؟ استغفر الله. هذا كان مقطعنا اليوم يا اخوان. خلاص صراحة ما اتوقع اني راح اعمل الفيديو منشنات مرة ثانية الا لو شفت المنشنات تعدلت. يا رب تتعدل يا اخوان. حسابي في التيك توك هذا هو، بالله عليكم عدلوا لي المنشنات ومنشنوني على فيديوهات حلوة. واي واحد سخيف عم يمنشني على فيديوهاتي القديمة على فكرة ما بتضحك ابدا، وتقيل دم من الاخر يعني. فبس يا اخوان صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحطوا لايك. كان معكم محمود سيف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي.